اهلا بيكم ثانويه عامه 2026. اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم سوا عن جدول المذاكره نلم بيه كل التراكمات اللي اتراكمت علينا في شهر 8 و9 اللي فاتوا. ولكن عاوز اقول لك حاجه، انت حتى لو لسه ما بداتش المناهج او لسه ما تعرفش اي حاجه، فبدايه كويسه جدا شهر 10 انك تلحق تلم وتذاكر كل حاجه من اول شهر 10. طبعا يا مريم انا هجيب الشهرين دول في شهر 10 ومنهج شهر 10. عادي جدا، المنهج لسه ما اتاخدش عندكم كتير، انتوا كل حاجه اخدتوا فيها فصل درسين او 4 دروس بالكتير قوي، فسهل جدا تلمهم الشهر ده مع المحتوى اللي هينزل في شهر 10. طب وهنعمل ده ازاي؟ في الفيديو بتاع النهارده انا هقول لك هنعمل ده ازاي. ولكن عاوزه اقول لك حاجه، نصايح مهمه جدا. انت لازم في حياتك في ثانويه عامه الفتره دي ما تكونش مش عارف بتعمل ايه، مفيش تو دو ليست معينه اليوم هتكون هتعملها. وما تجيش تقول لي مثلا من الساعه 9 للساعه 4 هذاكر الماده الفلانيه، مفيش حاجه اسمها كده. انت مثلا من الساعه 10 للساعه 9 تيجي تقول لي هذاكر احياء، وعندك مثلا درس احياء هو ما خلصش. انت لازم تذاكر مثلا درس الاحياء ده، ما تحددلوش ساعه معينه، انت تذاكر درس احياء النهارده حتى لو تاخد ليك باقي اليوم كله، طالما ما عندكش غيره خلاص مش مشكله. انما تجيش تقولي من الساعه دي للساعه دي، اكبر غلط انك تحدد ساعه للدرس، ومستحيل الدرس مثلا يخلص في الوقت ده. فانت سيب التايم مفتوح، ولكن النهارده مش هتنام غير لما تذاكر درس الاحياء ده وكلمات الانجليش بتاعه يونت 1. كده خلاص انت مش هتنام غير لما تعملهم، انما بالساعات ده حوار وحش جدا. تاني حاجة لازم يبقى في بلان الأسبوع، يعني خطة الأسبوع هنمشي عليها. هنخلص مثلا الفصل الأول أحياء مع درسين فيزياء مع كلمات الدرس الأول في الإنجليش، دول لازم يخلصوا الأسبوع ده وتوزعهم على باقي الأسبوع. ودلوقتي أنا هعلمك تعمل كده إزاي. ولكن عاوز أقولك حاجة، انا مش هاجي اقولك النهارده الجدول ده هتمشي عليه 1 2 3 هتعمله بالحرف الواحد وهيبقى معاك كويس. انا ممكن اجي اقولك دلوقتي انت هتذاكر الدرس الاول احياء النهارده اللي هو يوم السبت، بكره هتذاكر الدرس الاول فيزياء، وانت عندك في يوم الاحياء ده درس كيمياء. طب هتذاكر احياء ازاي وانت اصلا عندك كيمياء؟ فالجدول ممكن ما يكونش مناسب معاك ويكون كويس بالقدر الكافي، ولكن هيفيدك انك تعرف تعمل زيه. وبالمناسبه هعمل لكم جدول سواء كنت اونلاين او عندك دروس في جروب التليجرام تحت، وان شاء الله تشوفوه. ادخلوا على جروب التليجرام وتشوفوا الجدول، ولو عندكم اي تعديلات او اي حاجه ممكن تضيفوها في الجدول اللي هقول لكم عليه. اول حاجه لازم مثلا احنا عندنا الشهر 4 اسابيع، كل اسبوع هنخلص مثلا منه شابتر في كل ماده. اول اسبوع عندنا مثلا هناخد الشابتر الاول في الاحياء اللي هم درسين الدعامه والحركه. تاني اسبوع هيبقى عندنا مثلا اول فصل في الفيزياء، 4 دروس. مش لازم نخلص الدرس في يوم واحد، الدرس اصلا نازل له كام فيديو، وعارفين مش هيعرف تخلصهم في يوم واحد. ممكن يكون الفيديوهات بتاعه الدرس الواحد 12 ساعه، فطبيعي مش هتعرف من اول يوم لاخر اليوم هتذاكر فيزياء 12 ساعه. الموضوع هيبقى صعب ولسه في الاول. فاحنا ممكن نقسمهم كل يوم، مثلا نص الدرس الاول في الفيزياء، نص الدرس الثاني في الفيزياء. مثلا عايز تاخد مادتين في اليوم كويس جدا، بس اكتر من مادتين في اليوم هتبقى وحشه جدا. ما ينفعش تقولي مثلا هذاكر كيمياء وفيزياء واحياء في نفس اليوم، انت كده بتعمل اكبر غلط في حياتك ومش هتذاكر ولا ماده، وحتى لو ذاكرت ماده هتدخل في الماده الثانيه. فاوعى تضيف مواد غلط مع بعض. بمناسبه الكلام الكتير اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، انت لو مش عارف تعمل جدول، عندك مشكله في اي ماده، مش عارف تنظم مواعيدك، عندك تراكمات كتير، انا برشح لكم اكاديميه ثانويه عامه اللي هحط لكم اللينك بتاعها في التعليق المثبت وهحط لكم في الديسكربشن بوكس. حرفيا الاكاديميه هتفيدك جدا جدا جدا، هتعمل لك جدول، هتنظم لك وقتك، هتقول لك تذاكر ايه النهارده، تذاكر ايه بكره، هترتب لك كل حاجه في دماغك. وتشتت الذهن اللي عندك ده دلوقتي هتقول لك هتعمل ايه. بالمناسبه حتى لو عندك ماده صعبه فيها صعوبه مش عارف تذاكرها، هتقول لك احسن المدرسين اللي بتسمعهم، هتسهل لك شرح المعلومات، بتعمل كل حاجه. يعني اي حاجه ممكن تيجي في دماغك عن ثانويه عامه الفتره دي او اي فتره جايه هيكونوا كويسين جدا معاك وهيفيدوك جدا. كل اللي كانوا معايا ثانويه عامه 2025 رشحت لهم الاكاديميه وفضلوا معاها لاخر السنه، وبصراحه ما شاء الله جابوا مجاميع كويسه جدا جدا. كانوا بينظموا لهم وقتهم، كانوا بيعرفوهم يذاكروا ازاي، بيعرفوهم انسب الوقت اللي يذاكروا الماده الفلانيه، بيدربوهم على الامتحانات، بيقول لهم المدرس نهو اللي يسمعوه. كل حاجه كويسه جدا. انكم تروحوا تستفسروا عن اي حاجه محتاجين تعرفوها، سواء شرح، سواء كتب، سواء دروس، سواء تنظيم وقت، سواء جدول، اي حاجه محتاجينها هتلاقوها عندهم ان شاء الله. ندخل في الموضوع بتاعنا تاني. انت الفتره دي سواء كنت مراكم او لسه بتبدا، ما ينفعش تيجي تقول لي ما ينفعش اذاكر 6 ساعات في اليوم. اصل ما ينفعش، ده انت مراكم منهج شهرين، فمن 6 ساعات 10 ساعات في اليوم كويسين جدا. يا ريت ما يقولوش عن 10 ساعات لو لسه ما بداتش مذاكره خالص. في شهر 10 من اول الشهر 10 ساعات في اليوم كويس جدا، تلم كل اللي فات عندك في الشهرين اللي فاتوا وتذاكر منهج شهر 10. ولكن عاوز اقول لك حاجه، من شهر 11 انت ممكن تكون ذاكرت ال3 شهور اللي فاتوا اللي هو التراكمات اللي عليك، مش هتحتاج تذاكر 10 ساعات مثلا في شهر 11، ولكن هتبقى محتاج تحل كتير. طب انا بحل يا مريم وبغلط، طب انا مش عارفه ايه، طب انا عندي غلطات كتير.
الغلطات يا جماعه بتضيف لكم معلومات، السؤال اللي انتوا بتغلطوا فيه بيضيف لكم معلومه جديده، لو جالكم اخر السنه مش هتغلطوا فيه تاني ان شاء الله. فالغلط في وقت الحل ده كويس جدا، مش مشكله خالص، احنا لسه في اول السنه. احنا كنا بنغلط حتى ايام الامتحانات، يعني كان في غلطات بتبقى عندنا ايام الامتحانات، فمش مشكله الغلط دلوقتي. وانصحكم نصيحه واهم نصيحه في الفيديو: قربوا من ربنا، حاولوا تقربوا من ربنا قدر الامكان وقدر المستطاع. حاولوا تصلوا الصلاه في ميعادها، تقربوا من ربنا، مثلا تقراوا قران، لو صفحه قران كل يوم قبل المذاكره ربنا هيفهمك وهيخليك تفهم وتستوعب بسرعه كل المعلومات. جربوها يا جماعه بصراحه. القرب من ربنا عشان انت عايز حاجه، يعني ربنا مش هيقول انك عايز منه حاجه علشان كده جاي تقرب له، لا. انت حتى لو رايح لربنا عشان مصلحتك، ما ده المطلوب، احنا كلنا بنصلي عشان مصلحتنا. ربنا لو علينا هو مش عايزنا في اي حاجه، احنا مش هنفيده بحاجه، احنا اللي محتاجين ربنا علشان يكرمنا وعشان يعمل لنا اللي احنا عايزينه وعشان نحقق اللي احنا عاوزينه. فصلوا صلوا صلوا، حاولوا تصلوا الصلاه في ميعادها. ولو تعرفوا تصلوا من دلوقتي ركعتين قيام ليل، ركعتين لو حتى بعد العشاء، لو هتناموا بعد العشاء عشان هتصحوا الفجر، لو هتصلوا ركعتين بعد العشاء قيام ليل هتفرق معاكم جدا جدا يا جماعه.